الزمالك يفوز على بيراميدز بين قوسين المتواطئ. بيراميدز المتواطئ، هو تواطؤ، يعني ماتش تواطؤ. والله الكرة في مصر عشان كده الناس بتقعد تسأل تقول لك الكرة في مصر بايظة ليه بايظة ليه. ما هي انتشى تواطؤ كلها يعني بيراميدز النهارده متواطئ خالص. يعني الموضوع واضح، مش محتاجة، والله العظيم ما محتاجة. يعني ماتش تواطؤ زي التواطؤ برضو بتاع الكاس. فاكرين الكاس اللي هو قبليه تواطؤ برضو. ونقول ممكن ما يبقاش تواطؤ، ما هي دي كورة، بس لما تحصل مرة وتحصل مرة تانية لا كده مش طبيعي يعني كده مش طبيعي، ده تواطؤ. وده برضو بيوديك برضو للتواطؤ بتاع الدوري، بس كان المرة دي كان المرة ديت كان للزمالك. الزمالك هو اللي كان متواطئ لنادي بيراميدز. فنردها لكم بقى في الكاس، ونردها لكم برضو في كاس السوبر. فهي مردودة، يعني هي مردودة. انت عملتها في الدوري، تواطأت في الدوري، فانا هتواطأ لك في الكاس وكاس السوبر. يعني لو حصلت مرة بتحصل مرة تانية. مش طبيعي، اصل مش طبيعي ان فرقة بيراميدز ديت بتخسر مرتين من الزمالك وبنفس الطريقة، بنفس الطريقة برضو بتخسر. يعني انا مش فاهم بصراحة، يعني تواطؤ غريب جدا ومباراة سلبية وحاجة اخر سلبية بصراحة. يعني بجد، يعني ايه التواطؤ ده؟ يعني تواطؤ كل مرة. يعني انتوا تواطئتوا في الكاس وتواطئتوا كمان في كاس السوبر، حاجة مش طبيعية خالص يعني بصراحة. يعني فرقتين متواطئين بصراحة، يعني بيراميدز والزمالك تواطؤ اخر حاجة بصراحة. يعني تلاقي ده بيتواطأ لده مرة وده بيتواطأ لده مرة. بجد حاجة مش طبيعية. اللعيبة بتتمشى في الكاس وكاس السوبر برضو بيتمشوا. هي دي لعيبة بيراميدز؟ مدرب عامل تشكيل زي الزفت، ولا بيروح للجون ولا راح للجون حتى في كورة. هي كورة واحدة بس بتاعت الواد البرازيلي لما نزل، وباقي الماتش ولا شوطة على اسمه عواد. بجد ماتش تواطؤ وش، يعني هو تواطؤ وش بصراحة. يعني ماتشات مقرفة بصراحة في كاس وكاس سوبر، والكاس اللي جاي هنتواطأ عشان تكسبوا. ايه القرف ده بجد والله العظيم؟ يعني حاجة بجد مقرفة جدا يعني بصراحة. يعني ماتشات كلها تواطؤ، كلها الماتشات بتاعت الفرقتين دول الزمالك وبيراميدز كلها تواطؤ. دي مش ماتشات بصراحة، انا مش شايف ان دي ماتشات. بس والزمالك بقى بيصعد بقى بضربات الجزاء، وهنلعب ضربات جزاء وتضيعوا ونكسب. يعني بصراحة اتفاقات غريبة جدا وبقت واضحة. يعني بقت واضحة موضوع ان انتوا بتسيبوا لبعض ده على حسب المصلحة، يعني على حسب مصلحة كل فريق. يعني لما بيراميدز ما يبقاش عايز بطولة والكلام ده طبعا مش هتسمعوه في اي حتة. يعني الكلام ده مش هتسمعوه في اي حتة. يعني النهاردة احنا عايزين بطولة، ماشي تواطئوا انتوا، ماشي. لما الاهلي يكون هياخدها نتواطأ، لما انتوا عايزين تصعدوا هنتواطأ، لو في الكاس هنسيبه لكم. حاجة غريبة جدا بصراحة يعني. بس المباراة يعني ما فيهاش اي حاجة، والزمالك بيصعد وهيقابل الاهلي، وهنشوف بقى ايه اللي هيحصل في النهائي. وفي بقى سؤال بقى عايزين نسأله، هل نادي الزمالك، يعني هل جماهير نادي الزمالك راضية ان فرقتها يعني بتكسب بضربات جزاء وتكسب بالعافية وبتلعب على التعادل؟ يعني هو ده سؤال، بس سؤال مطروح. يعني هل جماهير نادي الزمالك مبسوطة ان فرقتها بقت بتلعب على التعادل وضربات الجزاء؟ بقالهم 5 سنين بيلعبوا على كده. يعني دي حاجة خلي بالكم، يعني حاجة ما تفرحش. والله ما بهزر، سيبكم من اي حاجة والله. هو الزمالك كسب ماشي، بس هل جماهير نادي الزمالك راضية ان انت بقيت يعني اللي هو بتلعب بالعافية؟ بتلعب النهاردة انا عايز العب على التعادل؟ بس ده سؤال. يعني هل دوت اللعب اللي جماهير نادي الزمالك عايزاه؟ ان انا بدافع وبلعب على التعادل عشان اكسب بضربات الجزاء؟ بس مبروك عليكم يعني.